ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. الناس اللي اول مره تشوفني والناس اللي متابعاني على قناتي يوميات دودي في النرويج، اهلا بيكم. يا رب يكون المحتوى اللي انا بقدمه بيعجبكم يا رب، وان شاء الله اقدم لكم حاجات اكتر وحاجات احسن. واتمنى تشاركوني رايكم في الحاجه اللي انا بقدمها وتدعموني اكتر واكتر واكتر. وبشكر كل الناس اللي وثقت في القناه واشتركت من غير ما تفكر، وبشكركم جدا، انا بحبكم قوي، ربنا يخليكم. وان شاء الله معاكم والقناه هتكبر وتبقى قناه حلوه قوي بوجودكم فيها ان شاء الله. النهارده انا قررت اعمل معاكم اكله سريعه. يعني ايه اكله سريعه؟ يعني الناس اللي مكسله تطبخ زي حالاتي النهارده، انا مكسله اطبخ. فالنهارده انا قررت اعمل اكله سريعه. هعمل ايه؟ هعمل صينيه جلاش بالخضار والبيض. انا جربتها قبل كده وهي حلوه الصراحه. طيب تعالوا ما نشوف هنعمل ايه. انا بجيب طبق اهوت، ماشي، طبق فاضي خالص ده عشان نعمل فيه ميكس الخضار مع البيض اللي هيتحط على الجلاش. طيب تعالوا اعرفكم بقى انا مقطعه خضار ايه. انا عامله هنا فلفل الوان احمر واورنج، ومقطعه هنا طماطم، مقطعه هنا بصل، ومقطعه هنا زيتون، وعندي ملح وفلفل. تمام. وهنا معايا في العلبه ديت 4 بيضات. طيب احنا هنعمل ايه؟ احنا كل اللي هنعمله هنجيب الطبق اللي بقول لكم عليه ده، وهنبدا نحط فيه كل الخضار اللي مقطعينه. ادي الفلفل الالوان اهوت، تمام، ادي الطماطم، وادي البصل، وادي الزيتون. تمام. بقى عندنا ميكس الخضار اهو. شايفين الالوان؟ مش عايزه اقول لكم ولا الريحه تحفه 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 يعني. ماشي. كل اللي هنعمله ان انا هضرب عليه البيض بشويه الملح وشويه الفلفل، وهنرصه او هنحطه فين؟ في الايه؟ في الجلاش. بصوا كده اهوت، ادي البيض اهوت، ده 1 2. طبعا ما تكتروش ملح ولا تكتروا فلفل. ليه بقى؟ علشان الزيتون بيبقى فيه ملح، فحاجه بسيطه كده عشان ما يطلعش معاكم حادق. 3 4. اكله سريعه والولاد هيحبوها وهينبسطوا بيها ان شاء الله. بصوا بقى بنعمل ايه. بنبدا نقلب البيض مع ميكس الايه، مع ميكس الخضار كده اهو. شايفين؟ وهنا هنحط الملح والفلفل. ممكن ما احطش الكميه كلها عشان ما تبقاش حادقه، كده كفايه. واقلب برضو واقلب. نزود شويه كمان. انا كده قلبت الميكس اهوت بقى اهوت. تمام. كل اللي هعمله هجيب لفه الجلاش اهيت. بصوا بقى هنا انا عندي زبده انا مسيحاها عشان نحط بين كل راق وراق زبده. تمام.
كده البوتاجاز عشان كان شغال على الزبده. ونبدا بقى ايه نفتح الجلاش. انا قافلينه بلزق وبلاستيك، طبعا بيعملوا كده عشان ما ينشفش اهوت. شايفين اهو ده. بصوا بقى يا حبايبي، هنا عندي صينيه اهيت علشان نعمل فيها ايه، نعمل فيها الجلاش. هنعمل ايه اول خطوه؟ هنجيب كده الزبده تمام، وهننزل بمعلقتين عشان ايه، عشان الجلاش ما يلزقش، عشان بقى الطعم يبقى افضل لازم نحط بين كل راق وراق معلقتين ايه، معلقتين زبده. هنبدأ بقى نشيل كده، نشيل رقة من الجلاش اهوت. بصوا اهو، نحط كده، نشيل رقة من الجلاش اهو، نحط كده اهو، خفيف جدا جدا جدا. فخلينا ايه نتعامل معاه بالراحة. هو مش مستحمل اصلا اهو. نحط بقى ايه، نحط كده كل رقة هنرصها هنحط ايه، هنحط فيها زبدة. ليه هنحط فيها زبدة؟ عشان الزبدة بتدي طعم في كل رقة ورقة في الجلاش، عشان طبعا هو بيبقى داخله نشا، فلازم الايه، لازم الزبدة ديت زي ما انا بقول لكم كل رقة ورقة. بنرص نص الكمية وبنحط الحشو، وبعدين بنرص نص الكمية التانية. انا هوريكم بعد ما ارص الكمية، هوريكم الايه، هوريكم الشكل. شاركوني كده لما بتكونوا محتاجين تعملوا اكل سريع، ايه اكتر اكل بتحبوه تعملوه سريع وتحسوا انه سريع وفي نفس الوقت طعمه حلو ما بياخدش وقت. دي برضو كذا رقة، ناخد رقة منها كده اهيت، نحط الزبدة بطبخ معاك وكأنه بطبخ مع نفسي، يعني ايه كل حاجة على طبيعتها. ما عندناش مونتاج. اهوت فاضل قد ايه معانا، خلاص يعني خلاص مش هياخد تاني، علشان هحط الحشو بعد كده احط الجزء اللي فوق. تقريبا انا واخده نص الايه، نص الكميه. خلاص
بصوا بقى، بصوا الشكل اهو، انا رصاه كده تمام. نجيب بقى الحشو اللي احنا عملناه، نبدأ بقى ايه نوزعه في الايه في الجلاش. الالوان بصراحة تحفة. بصوا هنجيب بقى طبقة الجلاش المتبقية عندنا. طبعا ما تنسوش الزبدة، الزبدة دي اللي هتديكوا طعم حلو ومش هتحسسكوا بطعم النشا اللي بيبقى موجود في الايه في الجلاش. اهوت حس ان انا ماسكه قماش. حاساه خفيف قوي عن والله يعني الجلاش اللي عندنا في مصر، ولا بيتهيألي؟ قولولي كده، مش عارفه، حاساه رايق قوي. بس احنا مفيش حاجه تقف قدامنا طبعا. نحط ده كمان. كوني عملتي حاجه خفيفه وبسيطه، ممكن كمان بقى كده مع جنب كوبايه شاي، ممكن تعمليها كده في السهره تبقى حلوه برضو، وهتنبسطوا ان شاء الله من طعمها. واللي يجربها بقى يقول لي طعمها ايه وعجبته ولا ايه. قربنا نخلص اهوت. كده خلاص الكمية اللي عندي كلها خلصت. اضغطها كده عشان لما اجي اقطعها تطلع معايا متساوية. بعدين برضو ادي الوش ادي الوش زبدة. لازم نوزع كده الزبدة شايفين. بس كل اللي هعمله هدخلها الفرن لغايه لما تاخد وش وتتحمر والخضار اللي جواها يستوي، وبعدين هطلعها اقطعها ونشوف بقى الشكل النهائي بتاعها. ورجعت لكم تاني بعد ما الصينيه دخلت الفرن واخدت سواها. تعالوا بقى اوريكم الجمدان والشكل الجنان. بصوا كده، بصوا بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني لوز اللوز. تيجي بقى نقطعها عشان نشوف شكلها من جوه. تعالوا يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين صوت الخرفشه؟ نبدأ بقى نطلع قطعة قطعة ونرصها فين في الطبق. بس نظبطها بالسكينة الأول عشان تطلع معانا. بسم الله الرحمن الرحيم.
شايفين دي الزبده اللي بتنقط دي، شايفين؟ بس شايفين الحشو والريحه والله تحفه تحفه. اهيت الميكس ميكس البيض مع الخضار عامل شغل جامد. شايفين من جوه. اهيت ما شاء الله. الكمية الكيس الجلاش بتعمل كمية كبيرة. خلصت رص الطبق واوريهولكوا في الاخر. بقى نشوف الايه، شوف الشكل النهائي. شايفين؟ بالهنا والشفا، ويا رب يكون الوصفه عجبتكم. والناس اللي ما اشتركتش لسه في القناه تشترك في يوميات دودي في النرويج. وان شاء الله كمان انا عندي على الفيسبوك هنزل لكم اسم القناه، هي اسمها قناه اليوتيوب، اللي حابب يشترك معانا على الفيسبوك برضه. بالهنا والشفا، واتمنى لكم سهره سعيده ويوم مشرق وامال محققه باذن الله. هتوحشوني، اشوفكم على خير يا رب. مع السلامه.